بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع بنت صغيرة بتجري في الغابة، وفي عصابة بتكون عاوزة تلحقها وتتخلص منها، وفعلا بيقدروا يمسكوها وكانوا على وشك إن هم يقتلوها، لكن بتوصل أمها من بعيد وبتكون بارعة في استخدام القوس، وبتبدأ إنها ترميهم بالسهام، وفعلا بتقدر تقتل عدد كبير منهم. وبنشوف الأم وهي بتصرخ وبتطلب من بنتها إنها تهرب من المكان بسرعة، لكن البنت بتفضل واقفة وبتتفرج من بعيد على أمها وهي بتحارب العصابة. بيقدروا إن هم يسيطروا على الأم، ما بتقدرش تتخلص منهم، وكانوا على وشك إن هم يقتلوها هي وبنتها، لكن فجأة بيظهر شخص لابس قناع وإيده متكتفة، وبنعرف ان القناع الخاص بالمحكوم عليهم والمنفيين للجزيره وبيهجموا عليه، لكن لما بيقربوا منه بنكتشف ان هو خبير في الفنون القتاليه وبيقدر يخلص على كل الافراد العصابه باستخدام رجله بس، لان ايديه الاتنين كانوا مربوطين. وهنا بنعرف ان الشخص ده اسمه يول، وانه كان ضابط سابق في المخابرات، وانه ارتكب جريمه بشعه، وان عقابه كان ان هو يتسجن في الجزيره دي. وبتساعده البنت الصغيره انه يتخلص من الاحبال اللي كانت مربوطه في ايده، وبتشكر البنت الصغيره ان هو انقذها هي امها. وبنعرف منها ان اسمها جين وان امها اسمها مالي، وبتوعد البنت الصغيره انها هتديله اكل وبيت عشان يسكن فيه على الجزيره لو ساعدهم ان هم يوصلوا للقريه. وبيوافق يول بالذات لما البنت بتقوله ان امها هتدله على مكان كون، وبنشوفه هو شايل امها المصابه لحد القريه، لكن لما بيوصلوا بيظهر له حراس القريه وبيحاولوا ان هم يهاجموه ويقتلوه، لكن جين بتحكي لهم اللي حصل من العصابه انه يدخل قريتهم، لكن بيتكلم قائد الحرس واللي اسمه باو، وبيقول له باو انه هيفضل مراقبه، وان اي مجرم بيتعاقب بانه بيتنفى الجزيره دي. وكمان بنعرف ان الشخص المسيطر على الجزيره هو كون، وبنعرف كمان ان هو ده الشخص اللي بيدور عليه يول لانه قتل مراته وبنته قدام عينيه، وان يول بيدور عليه علشان يقتله وينتقم لعيلته. وفي تاني يوم بنشوف مالي وهي بتفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها، وبيشوفها ياو وبيقول لها ان هو اللي انقذها من عصابه كون، لكن بتقول لها جين ان الراجل الجديد اللي على الجزيره هو اللي انقذها، وبتشاور لها جين على يول، لكن اول ما بتشوفه مالي بتمسك الحربه وبتهجم عليه وبتحاول انها تقتله. وبيستغرب كل الموجودين في القريه من اللي هي بتحاول تعمله رغم ان هو انقذها من الموت هي وبنتها، وبتحاول جين انها تهديها وتفكرها ان هو اللي انقذها من عصابه كون، لكن مالي بتقول لاهل القريه ان يول كان ضابط في المخابرات وانه السبب في وجود المجرمين معاهم في الجزيره، لكن يول بيطلب منها انها تساعده انه يوصل لكون، وانه بعدها هيسيب الجزيره ويمشي ومش هتشوفه تاني. بتقول مالي ليول على مكان كون وانه موجود عند البركان الضخم اللي موجود في الجزيره، وبتطلب منه ان هو يخرج من القريه حالا، وفعلا بنشوفه بيخرج من القريه علشان يروح يقتل كون. وفي الطريق وقت ما كان يول بيشرب من نهر بيتفاجئ ان جين خرجت وراه من القريه لما عرفت ان هو رايح لمكان كون، وبتقع في مصيده عباره عن شبك في مكان قريب منه، وبيساعدها يول انها تخرج من المصيده. وبنعرف انها خرجت وراه من القريه لان هي كمان عاوزه تقتل كون لان هو اللي قتل ابوها، وفعلا بيمشوا مع بعض في الجزيره علشان يوصلوا لمكان كون ويقتلوه. بتسال جين يول عن السبب اللي هو عايز يقتله عشانه، لكن يول مش بيرد عليها، وبترجع جين بفلاش باك للاحداث وقت ما وصل كل الجزيره اول مره، وبتقول ان هو لما وصل كان وشه متشوه وجسمه محروق ولابس قناع مجرمين، وانه لما وصل استقبل باو علشان يعيش معاهم في القريه، لكنه هجم على باو ولما حاول يسلم عليه قطع ايده وقتل باقي الحراس اللي كانوا موجودين مع باو، وانه من الوقت ده اصبح المسيطر على الجزيره، وان عصابته بقت كبيره جدا. وهم ماشيين في الطريق بيشوفوا مجموعه ناس ميتين ومرميين في حفره، وبتتصدم جين لانها بتكون عارفه واحد منهم وبتفضل تصرخ وتنادي عليه، وبنعرف بعد كده ان ده فخ من عصابه كون، وبيقدروا ان هم يخطفوا جين وبيهربوا، ولان هدف يول الوحيد انه يخلص على كون وينتقم لعيلته فبيقرر ان هو مش هيساعدها وهيكمل طريقه لكون، لكن بيلاقي لعبه جين على الارض واللي بتفكره ببنته وان كون هو اللي قتلها، وعلشان كده بيقرر ان هو ينقذها. بعد كده مالي مع باو وباقي الحراس بيكتشفوا ان جين مش موجوده في القريه، وعلشان كده بيخرجوا كلهم يدوروا عليها في الغابه. بنشوف بعدها يول بيوصل لمكان مهجور وبيدخلوا بيتفاجئ بعدد كبير من المساجين موجودين في المكان ومسجونين باوامر من كون، وبيطلبوا منه ان هو يساعدهم ان هم يخرجوا من السجن، لكن يول مش بيرد عليهم وبيكون كل تركيزه ان هو ينقذ جين. وفجاه بيقابل يول في المكان مجموعه من عصابه كون وبيدخل معاهم في خناقه قويه، لكن بيقدر يخلص عليهم بسهوله. وبيكمل بعدها يول بحثه عن جين في المبنى المهجور، وفي غرفه تانية بيقابل مجموعه اكبر واللي بيكون فيها مجموعه منهم مسلحه، لكن يول بيقدر يخلص عليهم. وبيوصل له للغرفه اللي موجود فيها جين وبيلاقيها وسط عدد كبير من عصابه كون وبيهاجمهم يول، وبيقدر يخلص على كل الموجودين معاه في الغرفه. وبيظهر بعدها قائدهم بيكون شخص عملاق وقوي جدا وبيهجم على يول بشراسه، لكن يول بيقدر يتفادى كل ضرباته، وبيقدر بعدها يول انه يهجم عليه ويقتله. بيقدر يول انه ينقذ جين وبيطلب منها ترجع قريتها وما تمشيش وراه مره تانية، وفعلا بتخرج جين من المبنى المهجور في طريقها لقريتها. بترجع الاحداث فلاش باك، بتفتكر لما كون قتل ابوها قدام كل افراد الجزيره، وبتوصل مالي مع اهل القريه للمبنى المهجور وبتقابل يول وبتلاقي لعبه جين معاه في جيبه، وبتعرف انها كانت معاه وبتسال عن بنتها، وبتقول واحده من العصابه المالي ان بنتها خرجت علشان ترجع قريتها بعد ما خطفتها عصابه كون وان يول هو اللي انقذها. ومالي بتقول ليول ان لو حصل لبنتها اي حاجه هترجع وتقتله، وبتخرج مالي مع باقي اهل القريه عشان يدوروا عليها. وبنشوف واحد من افراد العصابه بيقدر انه يهرب من المكان المهجور اللي هجم عليه يول قبل ما يموت، وبيوصل للمكان اللي موجود فيه كون وبيقابل قائد الحراس وبيبلغ
بيبلغه ان هو محتاج يقابل كون علشان في خطر بيهدد ملكه للجزيره. وفعلا بيدخل لكون وبيظهر كون وبيكون وشه لسه متشوه ومحروق، وبتكون معاه المساعده بتاعته. وبيقول المجرم اللي هرب ان في شخص اسمه يول هاجم عليهم وانه بيدور على كون عشان يتخلص منه. وبيفتكر كون لما حرق يول وشه وبوظ له وشه، وبيتعصب بيطلب من افراد عصابته اللي موجودين في المكان ان هم يخرجوا يدوروا ويلاقوا يول باي طريقه ويتخلصوا منه. وفعلا بيخرج رجاله كون من المبنى عشان يعرفوا مكان يول. في نفس الوقت بتكون مالي وافراد قريتها لسه في الغابه بيدوروا على جين، لكن بيقدر افراد العصابه ان هم يوصلوا لجين قبلهم. وبتحاول مساعده كون انها تقتل جين، وفعلا بتضرب عليها السهم، لكن يول بيظهر في اخر لحظه وبيقدر ينقذ جين من الموت مره تانية، وبيطير بيها ويدخلوا مبنى مهجور عشان يهربوا من اسهمه العصابه. وبتظهر مالي اللي بتراقبهم من بعيد وبتشوف عصابه كون وهي بتدخل المبنى، وبيوصلوا فعلا ليول وجين. وقبل ما يقدروا يقتلوهم بتهاجمهم مالي بالاسهم، وبتقدر انها تتخلص من كل افراد العصابه ما عدا مساعده كون اللي بتقدر تخدع مالي وبتهرب. لكن مالي بتقدر تلحقها قبل ما تتوه منها في الغابه، وبتضربها بالسهم ضربه قويه وبتقتل مالي مساعده كون. بتدور مالي على بنتها جين وفعلا بتلاقيها وبتحضنها، لكن بتشوف ان يول اتصاب بسهم في ظهره لما كان بيحاول ينقذ جين. وبياخد اهل القريه جين وبيقرروا ان هم يسيبوا يول ويمشوا بدون ما ينقذوه، لكن بتترجاهم جين ان هم يساعدوا يول وبيرفض ياو في البدايه. لكن بعد توسلات من جين بيقرروا ان هم يساعدوه فعلا. وبيخرج واحد من حراس القريه قدام عصابه كون علشان يشتتوا انتباههم لحد ما يهرب يول مع جين ومالي. وفعلا بيقدروا ان هم يخدعوهم، وبيقدر يول مع مالي وجين ان هم يخرجوا بره المكان ويهربوا من افراد العصابه اللي موجودين بره المبنى. وبيوصلوا للقريه وبيحاول الطبيب هناك يعالج يول، لكن بنعرف ان السهم كان عليه سم قبل ما يتضرب على يول وان اصابته خطيره جدا. بنرجع لباو صاحبه واللي قرروا ان هم يهربوا من العصابه، لكن في الطريق بيقعوا في فخ الصيد واللي منتشر منه كتير في الجزيره. وفعلا ما تقدر عصابه كون ان هم يقبضوا عليه وبيحاولوا يعرفوا منه مكان يول، لكن في البدايه بيرفضوا ان هم يكلموا. وبيقتل القائد كورجان صاحب باو وبيهدده انه لو ما دلوش على مكان يول هيخلص على كل اهل القريه. بيعمل باو مع جركان اتفاق وهو انه يسلموا يول مقابل انه ما يقتلش اي حد من افراد القريه. وفعلا بياخدهم للقريه علشان يقدروا يقبضوا على يول. وبتتفاجئ مالي وكل اهل القريه من اللي عملوا باو، وبالذات لان يول ساعد جين اكتر من مره ونجاها من الموت. بيبدا جركان انه يقتل في اهل القريه، وبيبدا قتال قوي بين اهل القريه وعصابه كون اللي بتخلص على معظم اهل القريه. وبنشوف باو وهو مصدوم من اللي بيحصل حواليه لانه كان السبب في الناس اللي بتموت، لانه دل العصابه على مكان يول. بنرجع ليول اللي بيكون لسه في غيبوبه وبيحلم باليوم اللي قدر فيه كون انه يقتل مراته وبنته قدام عينيه. وبنشوف مالي اللي بتحاول تدافع عن اهل قريتها وبتبدا تدخل في قتال مع جركان، لكنه كان اقوى منها وكان على وشك ان هو يقتلها. لكن بيظهر باو اللي بينقذها من ضربة السكينة وبيموت بدلها، وبيعتذر لها عن اللي عمله لأنه كان غبي لما فكر إن هو بالطريقة دي هينقذ أهل القرية، وإنه السبب في إن العصابة توصل لقريته وتدمرها وتقتل أهلها. بتظهر بعدها جين اللي بتمسك سكينة وبتحاول إنها تقتل جركان، وبيضحك إن جين اتجرأت وحاولت تقتله، وبيمسك جركان إيديها وبيرفعها لفوق وبيقرر إن هو يقتلها هي ومالي. لكن فجأة بيظهر يول اللي بيكون لسه عنده جروح خطيرة في جسمه، وبمجرد ما بيشوف جركان بيسيب جين ومالي وبيبدأ مع كل أفراد عصابته إنهم يهاجموا يول اللي بيقدر إن هو يستخدم سيف وبيهجم عليهم وبيخلص على كورجان وكل عصابته اللي بيتبقى منهم شخص بيكون قتاله قوي جدا مع يول، لكن بيقدر يول يتخلص منه. بيطمن يول بعد كده على مالي وجين وبيتأكد إن هم بقوا في أمان في قريتهم، وبيقول لهم إن هو لازم يوصل لكون وينتقم منه ويقتله علشان بعدها يسيب الجزيرة زي ما وعد مالي. بننتقل بالأحداث لمكان كون واللي بيكون بيعالج نفسه من الحروق اللي سببها له يول، وبنشوف قد إيه جسمه متشوه ومحروق، وبيفتكر إزاي يول حرق له جسمه وشوه له وشه وبيستعد إن هو يقتل يول. بنشوف يول بيقتحم المبنى اللي موجود فيه كون وبيقدر ان هو يتخلص من كل الحراس اللي موجودين في المبنى، وبيوصل فعلا يول لكون وبيقول كون ليول انه مستحيل ينسى شكل يول لان هو اللي حرق له وشه، وبيقول ليول انه يستحق اكتر من كده لانه ملى العالم بالدم وقتل ناس ابرياء كتير منهم ومنهم مراته وبنته، وانه لازم يتقتل عقابا ليه على كل الجرائم اللي عملها. بيقرب كون من يول وبيبدا قتال قوي بينهم، وبيظهر فيه قوه كون اللي بيهجم بشراسه على يول، وبيحاول يول انه يدافع عن نفسه وبيصد ضربات كون لحد كون ما بيتعب وبيهجم عليه يول بكل قوته، وبيستخدم كون سكينة وبيحاول يقتل بيها يول، لكن بيقدر يول انه يسيطر على كون لما عرف نقطة ضعفه، وبيقدر يول انه يتخلص من كون ويقتله وينتقم منه لقتل مراته وبنته.